زعل فاضيين. وعرفت منين؟ ما تعرفيش ان انا اقدر اقرا افكارك، ومن شنطة هدومك اقدر اقولك على كل اسرارك. انا عرفت اللي حصل امبارح من افراد العائلة، ورحت النهاردة الصبح دفعت قرشين لصاحب البيت وجبت منه المفتاح. بس هو من يوم ما اتجوزنا دايما عصبي وقلقان. انت عارفة ان ظروف الحياة مش سهلة، وده راجل لسه بيبني حياته. معلش، برضو لازم اروح لماما واقول لها عشان تشوف لها طريقة وياه. ما فكرتيش ماما قد ايه هتبقى حزينة اما تعرف ان بنتها الوحيدة مش سعيدة في حياتها؟ خصوصا وانت عارفة ان ماما ست رقيقة قد ايه وانسانة قد ايه وظريفة قد ايه. عندك حق، كفاية انها عاشت على ذكرى المرحوم بابا 15 سنة بحالهم. زي تمام. ورفضت كل اللي تقدمه لها. زي تمام. مع انها في عز شبابها. زي تمام. ايوه كده، اضحكي وخلي الدنيا تضحك معاكي، وارجعي بيتك وقابلي جوزك لما يرجع بابتسامتك الحلوة دي، وتأكدي انه هينسى كل شيء. ميرسي قوي يا استاذ عبد السلام. العفو. يلا مع السلامة. بقول ايه؟ ايه؟ هي ماما مش جاية عندكم قريب؟ هي ايه الحكاية؟ خبطي جامد يمكن نايمة. انا بقالي ربع ساعة عمالة اخبط، محدش جوه. يبقى اكيد محدش جوه. يعني هرجع المشوار ده تاني. في حاجة اقدر اساعدك فيها؟ معايا بدلة للست دي عايزة اديها لك. طب هاتيها انا اوصلها لها لما ترجع. حضرتك ساكنة هنا؟ في اخر دور، وصاحبتها كمان. هاتي. يبقى كتر الف خير. العفو. سلام. انت جيت يا حبيبي؟ الله، حمادة ما بتردش ليه؟ مش قلت لك ان قلبك اسود وقاسي؟ ايه ده يا حبيبي؟ مش معقول. لا، خناقة بسيطة. مع مين؟ قولي وانا اعدمهم من عافية. شوية رجالة مفترين كانوا بيتخانقوا مع أستاذ زميل، خسروا القضية بتاعتهم. أنا تعبتني بصراحة. رحت قايم قافل الباب بتاع أوضة المحامين وهات يا ضرب، عدمتهم العافية. برافو عليك يا حبيبي، طول عمرك شهم. طب يلا تعالى خش جوه استريح وانا هجيب لك الاكل في اوضه النوم. اوعى تكون لحمة امبارح. ما تخافش يا حماتي، اطمن. يا نهار اسود، حماتي انت بتدلعيني كمان. ايه في ثانية واحدة هجيب لك الاكل. الحكاية دي تخوف. لا، اكل انا بايديا. انت متعور. ايوه بس التعويره في دماغي مش في ايدي. معلش، برضه لازم اكلك بايديا. احمد، انت مش وعدتني اني ممكن اشتغل ونساعد بعض في مصروف البيت؟ انا مش عايز اتعبك يا حبيبتي. غير كده كمان القرشين اللي هتقبضيهم هيضيعوا ما بين المواصلات، تاكسيات، وفير بتاع الشغل. وهو انا هشتغل شغلانه عاديه من دول؟ امال انت هتشتغلي ايه؟
رقاصة وفيها ايه؟ تيجي وعجبتي تمرني في اسبوع. الحقيني يا ام. احمد انت حد مسلطك عليا؟ رقاصة اقول لهم ايه؟ انا متجوز رقاصة. البتاعة فين اللي بيكسروها؟ رقاصة انا متجوز رقاصة. خير يا ابراهيم فندم. ايه يا عم سيد صباح الخير. خير استاذ احمد، فضت محاميه من الساعه 7. يا ساتر، الاستاذ احمد ده مغلبني. تصور اتصل بيا وصحاني من النوم وقال لي حصلني على المحكمه فورا. انت واقف ما تخلص. خير يا سعاده البيه؟ في يعني ايه؟ قضية النفق مش النهارده؟ ايوه يا سعاده البيه، بس لسه الساعه 7:30. يعني عايزك متأخر عشان يحصل زي ما حصل المرة اللي فاتت؟ معاك حق يا سعاده البيه، دي المطلقه دي خفيفه بنت ما تعرفش يا ام ارحميني. قول لي يا ابراهيم. ايوه يا سعاده البيه. تقبل مراتك تشتغل رقاصة؟ هو انا لو قبلت حد يرضى يشغلها يا سعاده البيه؟ دي بقت من قدماء المصريين. افترض انها لسه شابة وصغيرة، تقبل؟ على جثتي يا بيه. انما قول لي حضرتك بتسال ليه؟ لا اصل واحد صاحبي مراته عايزة تشتغل رقاصة. اسمح لي، ده راجل هزق وعديم الرجوله كمان. ما تلم السنة يا جدع، تفهم صاحبي ايه؟ ما تفهم صح. ما هو يا سعاده البيه ما في زوج محترم يقبل على نفسه كده ابدا. يعني هو كانت نيل وافق؟ يا سعاده البيه مجرد انها تناقشه في موضوع زي ده يبقى زوج تافه، وكان لازم يسيح دمها ويجي لحضرتك عشان تتربى عنه. انت اللي بقى دلوقتي؟ سعاده البيه اتفضل يا جدع اقعد بره. تحت امر سعادتك. قول لي يا ابراهيم. ايوه يا حبيبي. لو واحد متجوز من مدة قريبة وحب يطلق مراته، مش تبقى فضيحة قدام الناس؟ ده يتوقف يا سعاده البيه على سبب الطلاق. انما قول لي سعادتك بتسال ليه؟ لا اصل عندي واحد صاحبي متجوز من قريب وغرض يطلق مراته. هما صحاب سعادتك جرالهم ايه يا سعاده البيه؟ دول لا مؤاخذه عر قوي. انت ما بتحاش كده ليه؟ انا عايز اعرف انت مالك انت؟ مالك انت ولا اصحاب؟ ايوه سعاده البيه بس. اجي هنا اقعد. حاضر يا سعاده. قول لي يا ابراهيم. ابراهيم. الساعة بقت 10 ولسه ما جاش. فوزية هانم، أنا مش مصدق عينيا. ما تتصوريش حضرتك وحشاني قد إيه. ميرسي يا أستاذ عبد السلام. مالكوا يا جماعة؟ في إيه؟ نوال يا سيدي زعلانة مع أحمد. برضه قلت المنطق. أنا مش اترجيتك إنك ما تجيبلهاش سيرة وترحمي شبابها ورقتها وقلبها الحنين. أصل الحكاية اتنيلت خالص امبارح. ما انت اللي غلطانه يا نوال. يرضيك يا استاذ عبد السلام تقول لجوزها انها تشتغل رقاصه؟ إيه؟ رقاصة؟ رقاصة من ايوه تصور. أنا كنت عايزة أساعده في مصروف البيت. ثم جارتنا دي ما هي رقاصة مالها؟ وكوثر جارتنا بتشتغل في كافيتيريا وعندها عربية. وليه كل ما أكلمه كلمة والتانية يزعق؟ اشمعنى يعني عنايات جارتنا هي صاحبة الرأي والنهي في بيتها؟ أنا دلوقتي فهمت بقى. فهمت إيه؟ يا نوال يا بنتي، أنا أكبر منك سنا وأعرف الدنيا أكتر منك. واللي يسمع كلام الناس ويصدقهم عمال على بطال لازم يضيع. أما الست عنايات اللي بتتكلمي عنها دي، فأنا بقول لك إنها ما تقدرش تكح قدام جوزها. وإذا ما كنتيش مصدقة، أنا مستعد أوريكي ده بنفسك. وشقة 8 ربنا يستر على عبيده وغيره وغيره وغيره. يا نوال يا بنتي،
الناس ماشيه في الشوارع وعلى وجوههم اقنعه يداروا بيه حقيقتهم علشان يغشوا غيرهم. معقول الكلام ده كله؟ يعني الاستاذ عبد السلام هيكذب؟ وما تنسيش ان انا ساكن في البيت من سنين واعرف كل اللي فيه. ما كانش لازم تفتحي بيتك لكل من هب ودب. عشان كده ناس زمان قالوا اسأل عن الجار قبل الدار. صحيح الواحد ما بيصدق انه يلاقي سكن يسكن فيه، انما ده ما يمنعش ان الواحد يعيش في حاله ويرسم حياته على حسب ظروفه من غير ما حد يأثر عليه. ياما في ناس غاوية تحط غيرها في مصايب وتقعد تتفرج عليهم. وانا كنت هعرف منين انهم بالشكل ده؟ عشان كده الواحد مش لازم يتسرع في علاقته مع الناس، خصوصا مع جيرانه. على العموم يا جماعة الحمد لله اللي الحاجات دي حصلت في الأول، علشان بعد كده تقدروا تكملوا المشوار في سعادة وهناء. ويا ريت حضرتك تروحي دلوقتي علشان لما أحمد يوصل ما يلاقيش حد في البيت غيرها، وكلمتين حلوين منك هيرجعوا كل شيء لأصله. عندك حق يا أستاذ عبد السلام، أحمد مش لازم يعرف أبدا إن أنا عرفت، خليه يحس إنك أنت اللي مقتنعة برأيه. اتفضلي اتفضلي أوصلك يا أعظم سيدة على ظهر هذا الكوكب. مفيش داعي تتعب نفسك يا أستاذ عبد السلام. أتعب نفسي وأسيبك تروحي بالليل لوحدك؟ بس يعني ما فيهاش حاجة يا ماما. ما فيهاش حاجة يا ماما. يا هانم أنا مستعد أقضي بقية عمري في خدمتك. الكلام ده كتير قوي يا أستاذ عبد السلام. ولا كتير ولا حاجة. نوال هانم، هو أسبوع العسل قضيتوه في أني أوتيل؟ في مينا هاوس. وكان كويس؟ هايل. طيب على العموم إذا ما ظهرناش أنا ووالدتك لحد بكرة هتلاقونا هناك. إيه الكلام ده يا أستاذ عبد السلام؟ ده أقل ما يجب. انت الاسانسير ده بقى يتصلح، مش معقول. على رأيك. اي يا رجلي، اي يا رجلي. إيه؟ سلامتك ألف سلامة إن شاء الله. أنا رجلي يا استاذ عبد السلام. أنا هتصرف حالا. يا رجلي. يا رجلي. وريني كده. زمان كانوا بيقولوا الواحد لما يسكر يحس انه جدع ويقعد يقول انا جدع لغايه الصبح. انا شارب ازازه بحالها وحاسس ان انا مش جدع. الو. ايوه انا. مش معقول. طيب ماما فين؟ الشغالة ضربتني وقالت لي انها ما رجعتش البيت لغاية دلوقتي. ما تخافيش ماما عندي. في شقتك؟ معناه ايه الكلام ده يا استاذ عبد السلام؟ واحنا خارجين من باب البيت رجلها اتنت تحتها ووقعت على الارض. طبعا ما قدرناش نطلع السلالم دي كلها تاني، وكمان ما قدرناش نطلع الشارع علشان ناخد تاكسي، فحوشتها عندي. وعامله ايه دلوقتي ماما؟ طمني. ماما بخير، بس انا حزين على نفسي، حزين قوي. قصدك ايه؟ مش فاهمه. لما ماما وقعت حاولت اشيلها بين ايدي، تصوري ما قدرتش. خطوة والتانية ولقيت نفسي راح. اخص عليك يا زمن. نهايته. ايه اخبار احمد؟ طمنيني، مش كله تمام؟
ما جاش البيت لحد دلوقتي. غريبة. اجي معاك، عايزه اشوف ماما. لا، خليك انت هنا، يمكن احمد يجي، وانا غرضي لما يرجع يلاقيكي موجودة، وانا هبقى اطمنك عليها. انت ومراتك اللي عاجبني في العماره دي كلها. تعالوا مقتصرين، لا بتكلموا حد ولا حد بيكلمكم، ولا بتزوروا حد ولا حد بيزوركم. هو انا فاكر ان انتوا في حالكم، ده طلع مش بكفه. افندم، انا ابقى مرات الست اللي فوق، يعني الست اللي فوق قصدي اقول هي انا ابقى مرات يعني جوز الست اللي فوق، اللي مرات فوق. مش مهم عايز ايه؟ انا جاي عشان اقول لك ان الست مراتك، ايوه هي دي، خرب البيت بنصايحها اللي اديتها لمراتي. هي بركتها وصلتكم؟ يكون في علمكم انا محامي وهرفع عليكم قضيه، اطالبك بمؤخر الجواز وسنه نفقه علشان انتوا السبب في الطلاق، وربنا يخرب بيت اللي خرب بيتي. انت ما بطلتيش عمايلك السودة دي. يا برودك يا حد مخلف عيال زي دول ويجي له نوم مش قادر تعمل على مراتك وعيالك شويه انضباط؟ انت مين يا فندم انت؟ حد يخلف عيال تاكل الموز بقشره؟ امال دول لما هيكبروا هياكلوا ايه؟ وانت مالك يا بارد؟ انا اللي متجوز وانا اللي بخلف. ما انت تخلف وانا اشيل همهم ياكلوا الموز بتاعك. نبويه نبويه، تعجب ايه البلوه المشيعه دي؟ نبويه ازيك يا نبويه؟ عليا النعمه، ما حد هيجيب داغك ويخرب بيتك غير الولايه اللي اسمها نبويه دي. حد يبقى كده؟ ده انت عندك 30 سنه وتدي 80 سنه يا راجل. ده انا هخلي نهارك اسود، انا عاوز اعرف ده ايه اللي جابه هنا. بدل ما تاخدي مراتي ترقصيها ترقصينا انا اعرف اهز كويس قوي. مش دي العده بتاعتكم؟ اهو. فين النقطه؟ طب اتفضل اطلع لمراتك فوق وانا هطلع انقطك. بس تنقطيني نقطه نقطه زي الحنفيه. اسمعوا يا ولاد، من هنا ورايح يا تشتركوا غساله يا تقعدوا بهدومكم وسخه، مش تنضفوا على حساب العالم الغلابه. الله، انت مجنون يا جدع انت ولا ايه؟ انت اللي مجنونه والستين مجنونه، بتفتري على العالم ليه؟ ثم بتضربيها بالدماغ ليه؟ محدش عنده دماغ غيرك يعني؟ احمد حبيبي،